نفترض حد جالك واحدة مذاكرة كويس ودخلت لك وقالت لك أنا عايزة أعمل فيلر في المكان الفلاني whatever، أنا هستخدم كام أمبول وأنا هدفع أي حاجة أنت تقولي عليها، بس اعمل لي الحاجة دي بالذات. هي جاية متارجتة، مش جاية تكشف، هي جاية متارجتة عايزة تعمل حاجة معينة. أنت بتعالج الموقف ده إزاي؟ والحاجة دي بقى هل مناسبة ولا مش مناسبة؟ هو ده أصلا الأساس في الأول. زي ما قلنا الأسسمنت الأول، لو البيشنت جت أنا مصممة أن أنا أعمل الحاجة دي، والحاجة دي بعد ما عملنا الأسسمنت لقيناها مش مناسبة ليها، طبعا هنرفض. وده على فكرة دورنا ان احنا نعمل لها الإديوكيشن، الإجراء ده غير مناسب ليكي وهيبقى شكلك وحش فيه. لو أصرت مش هنعمله برضه، لأن في الآخر احنا دكاترة ودورنا ان احنا ما نمشيش. هي مش هتدخل للاسف في مكان انا محتاج اعمل 1 2 3 4. وكتير على فكره بيجوا العياده هنا انا عايز اعمل سكين بوستر، ممكن ما يبقاش مناسب ليها في الوقت ده السكين بوستر، محتاجه اجراء تاني، او عايز اعمل فيلرز ومش شرط الاجراء ده يبقى هو الاجراء اللي انا عايزه اعمله هيديني الامباكت بتاعي. لان انا حتى لو انا دارسه ستيل في الاخر الساينس اللي اتكلمنا عليها والبروبورشنز اللي يعرفها الدكتور، ودي وظيفة الدكتور الاسسمنت في الاول والاخر. يعني ده مهم جدا. للاسف يبان ان الموضوع سهل، انا هعمل شويه ديرمابان او هحقن حاجه في الوش، لذلك بقى مستسهل من الكوافير والجماعات اللي هم غير متخصصه اطلاقا، وبدا يعمل كوارث بعد كده، بدأ يعمل مضاعفات سيئة جدا، بدأ يتحول التجميل إلى مشاكل ضخمة في شكل الناس بسبب إن هم بيستسهلوا عمل الحاجة دي. والشخص اللي بيروح يعمل بيسترخص الحاجة اللي هو بيعملها، فبيسترخص فبيروح لحد مستسهل مش متعلم كويس، فبنبدأ نشوف الكوارث والمشاكل اللي احنا بنشوفها.